كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. تلقى تعليمه الأول في الخلاوي القرآنية. كان صاحب شخصية قوية ومتواضعا، ثم أخذ في بداية شبابه دورات متقدمة في التمريض، وكان يمارس التمريض كثيرا إذ كانت هذه هويته. نتحدث عن الشيخ محمد موسى حامد، والملقب بالحساس، والذي ولد في منطقة شعب في جدد بالقرب من وادي شيشرو، وذلك بالعام 1928 ميلادية. كان منزله في جدجد، يمثل مركزا صحيا للعلاج يتوجه إليه أهالي جدجد كلما احتاجوا إليه، وكان يأتيه الناس من القرى المجاورة أيضا لتلقي العلاج وللرعاية الصحية. ويذكر عنه أنه في عام 70 وكان عام مجاعة انتشرت في إريتريا آنذاك، وجاء له ضيوف ولم تجد أسرة الشيخ محمد ما تقدمه لهم، فقام الشيخ محمد بذبح ثور فأشبع من في القرية كلهم، وتلك دلالة واضحة على كرمه وحسن أخلاقه. كان محمد حساس نموذجا فريدا من الشعب الإريتري بما بذل وقدم لعموم الشعب ولعلو أخلاقه ورفعة نفسه الكريمة. انتقل لجوار ربه يوم الجمعة الموافق 21/4/2016، ووري جثمانه الطاهر في الأرض التي أحبها بمدينة جندع. رحمات الله عليك تترى يا شيخ محمد، وجزاك الله عنا خير الجزاء. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته.